وهنا يا إمامنا الحسين قد أعياه التعب وويله واشتد به العطش، وقف يستريح في وسط الميدان يا مامان، وإذا برجل يصيبه بحجر على جبهته. رحم الله يا من نادى وإماما وحسينا. رفع الرداء لكي يمسح الدم عن جبهته، رموه يا بسهمين في قلبه. يا حسين فخرج الدم منه كالميزان يا الله. مد الحسين يده فامتلأت دما، رماه نحو السماء يا الله. ثم مد يده مرة أخرى ولطخ به وجهه ولحيته وهو يقول: هكذا ألقى الله، هكذا يا ألقى جدي رسول الله. ثم أراد أن يقع من على ظهر جواده. اسمع، مال الحسين إلى جهة اليمين، مال الجواد معه. مال الحسين إلى الجهة الأخرى، يا مال الجواد معه. ثم الجواد ماذا فعل أيها الناس؟ الجواد فتح رجليه ويديه وأنزل الحسين بهدوء، ثم أخذ يصهيل ويعول يقول: إمامنا الباقر عليه السلام كان فرس جدي الحسين ينادي الظليم. كان فرس جدي الحسين ينادي الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. ثم وصل أخذ يقاتل في الميدان حتى نادى عمر بن سعد: دونكم الفرس فإنه من أفضل جهاد النبي. أخذ يرفس برجليه ويديه وقتل منهم 17 رجل. قال عمر بن سعد: دعوه فلننظر ماذا يصنع. جاء الفرس إلى مصرع الحسين ولطخ رأسه بدمه وناصيته، ثم ذهب إلى المخيم يصيل ويعول. بكت سكنة ونادت بالمذل، بكت سكنة ونادت بالمذل يا عم المهر حط بكت سكنة ونادت بالمذلة يا عم المهر حط بالقلب. والله علة طلعت زينب وتصرخ تقول له: يا مهر حسين وين حسين نخمه. الكلمة اسمعها تحرق القلب. الكلمة ابويا اسمع: يا مهر حسين
يا مهر حسين قل لي وين اخي وين اخي بعد فيا يا خايب بيا شفي كم صوايا كم صواب قل لي بقلب اخي ومن ياكتر دمه يفورك ذمه. الله كلمة تحرق القلب اسمع حزين افهمها تقول له يا حسين أنا من سمعت المهر يصهيل تخيلتك بجود الماي مجبل عبالي جايب لنا ماي ابو علي الأطفال عطاشة والله تخيلتك بجود الماي مجبل. الله وزينب هنا قامت قيامتها وزينب بعد شلون حالها تقول انا بخيمتي وحاير اذهاني يا حسين ولن المهر عار الفاني أنا ولن المهر عار يا حسين أنا جهبت الزلم من غير اوان خويا يا حسين حير لي زماني أنا